ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله بقى هنكمل على اللي عملناه في الفيديو اللي فات. ان شاء الله في الفيديو ده هنحاول نخلي الموضوع مور دايناميك زي ما قلنا ومور جينيريك، بحيث ان احنا هنحاول نفتش بيانات مش بس مستخدمين، لا هنحاول في الفيديو ده نخلي الموضوع جينيريك لاقصى درجه، بحيث ان احنا نفتش اي نوع من انواع الداتا، سواء كان يوزرز او بوكس او اي نوع من انواع الداتا. فيلا بينا نبدا. اول حاجه ان شاء الله هنعملها، هنروح نكريت كومبوننت وهنسميه وليكن ريسورس لودر جي اس اكس، وهناخد الكود بتاعنا بتاع اليوزر لودر كوبي، وهنروح على الريسورس لودر بتاعنا وهنغير اسم الكومبوننت وهنخليه بدل اليوزر هنخليه ريسورس. جميل. طبعا بما اننا متوقعين ان احنا نستقبل ريسورس، فطبيعي ان الاند بوينت هنا هتبقى دايناميك، بحيث ان احنا نقدر نفتش اي نوع من انواع الداتا، سواء كان يوزرز او بوكس او اي نوع من انواع الداتا يعني. جميل. وليكن بوكس اي دي. فهنبدا نخلي الموضوع مور جينيريك عن طريق ان احنا بدل ما بنباصي اليوزر سلاش يوزر اي دي، لا هنخليها وليكن هنستقبل ريسورس نيم او ريسورس مثلا يو ار ال، عفوا هنسميه ريسورس يو ار ال بدل اليوزر اي دي. جميل. ومتوقعين برضه ان احنا طالما اللي عندنا نوع داتا مختلف، فمتوقعين ان احنا نستقبل ريسورس نيم، بحيث ان احنا نقدر نفرق بين نوع الداتا يعني. هنخليها ايه؟ ريسورس نيم. جميل. واعتقد احنا محتاجين هنا نباصي الريسورس نيم ده از كي مع التشايلد بتاعنا، وهنبدا نغير اسم اليوزر. هنخلي هنا الكي بتاعنا الريسورس نيم، ونبدا نغير بقى اليوزر بتاعنا ده، نخليه وليكن هنسميه ريسورس وست ريسورس. جميل. ونغير اليوزر بتاعنا ده هنخليه ريسورس. حلو. طبعا هنخليه برضه ريسورس. طبعا هنا بدل اليوزر اي دي اللي احنا مسحناها نخليه بقى الايه؟ ريسورس يو ار ال. ريسورس يو ار ال، بحيث كل لما الريسورس يو ار ال يتغير نري ريندر الكومبوننت بتاعنا. اعتقد كده الموضوع بقى جاهز ان احنا نتسته، بحيث ان احنا هنحاول نفتش يوزر مختلف وبوك مختلف برضه. نحاول نفتش اليوزرز والبوكس بشكل دايناميك. فخلينا على طول نروح للاب جي اس بتاعنا، وهنغير اليوزر لودر، هنخليه ناخد بس الريسورس من هنا كوبي، نروح على اليوزر ريفتش، وهنخلي هنا بقى خلاص ما عادش في يوزر اي دي، هنبسيطه الريسورس يو ار ال والريسورس نيم. حلو. الريسورس يو ار ال بتاعنا، خلينا طبعا في اول حاجه هنحاول نفتش يوزرز زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، فهنقول له الريسورس نيم بتاعنا هيبقى يوزر، والريسورس يو ار ال هيبقى نفس اليوزر اي دي، مثلا وليكن سلاش يوزرز سلاش 3، اللي هو كان عمرو لو انتوا فاكرين، كان هنا عمرو، اللي 3 هنا عمرو محمد. فاعتقد احنا كده جاهزين ان احنا هنعيش بس الكود ده، واعتقد احنا كده جاهزين ان احنا نشوف الريزلت. وزي ما احنا متوقعين الداتا هتطلع فيتش لعمرو. وخلينا نجرب اي اي دي تاني، وليكن واحد مثلا، هنلاقي ان الداتا بتاعت احمد اللي جت. حلو. خلينا بقى نجرب ان احنا مش بس نفتش يوزر، لا خلينا نحاول نفتش بوك كده، نقول له مثلا بوك وهيبقى بوكس. بس اعتقد احنا هنا عندنا غلطه، ان احنا ما وصلناش بتاعت الكود هنا، كده ممكن واحد واي دي اثنين واي دي ثلاثه. حلو. فخلينا مثلا احنا متوقعين ان احنا نستقبل او نشوف الريزلت بتاعت المونجو دي بي ادفانس دي. فخلينا نشوف الريزلت. فبيقول لنا ريسورس نوت فاوند ليه؟ اعتقد احنا نسينا نغير اليوزر انفو هنا ونخليه بوك انفو. فخلينا نجرب كده سريعا. جميل. وعلى طول ظهر معانا المونجو دي بي ادفانسد وبيانات الايه الكتاب. حلو. خلينا مثلا نجرب كتاب تاني وليكن اللي هو اكسبريس جي اس ادفانسد.
اللي هو رقم 2 هنروح نلاقي اكسبريس جي اس ادفانسد. فالكونتينر كومبوننت بتاعنا المفروض دلوقتي هو شغال بشكل دايناميك اكتر، وتقدر تباصي له، تقدر تباصي او تست الفايلز بتاعته بشكل دايناميك زي ما احنا شايفين. تقدر تحط اليوزر اي دي، او تقدر تحط البوك انفو، تقدر تحط اليوزر انفو عفوا او اليوزر انفو، وتقدر تبصي له الريسورسز هنا بشكل دايناميك سواء ريسورس يو ار ال او الريسورس نيم. فان شاء الله بقى في الفيديو الجاي هنحاول نخلي برضو الكومبوننت بتاعنا مور جينيريك عن حتى الريسورس لودر. فخليكم معانا ان شاء الله، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.